بسم الله الرحمن الرحيم. الشاشة اللي معانا النهاردة شاشة ال جي ال سي دي، الموديل بتاعها زي ما احنا شايفين 32 ال دي 340 تي اي. 32 ال دي 340 تي اي. الشاشة دي جاية بعطل في البانل هنشوفه بعد الفاصل، وفي مفاجأة كمان للإخوة الفنيين هنقولها لكم في الفيديو واحنا شغالين مع بعض. تابعوا معايا. العطل اللي فيها زي ما هنشوف دلوقتي كده، يظهر بس العطل. طبعا هي اكنها فاصلة داتا، هي مش فاصلة داتا بالكامل. نركز في الجزء ده. الصورة طلعت، انما بقية البانل مفيش صورة خالص. الجزء ده بس اللي بيشتغل، وبقية الاجزاء ديت مفيش صورة بتطلع فيها. اهي عندي 3 كوبات جنب. انا طبعا كشفت وحددت العطل فين، والبانل اللي معانا ده بانل شارب وبانل ريزل قوي، مش باين عليه اي ارقام ولا اي حاجة غير مجموعة الارقام دي، هي اللي موجودة على النص التاني من المساطر، في فلاتة في النص كده. وما عنديش هنا حوالين الدي سي دي سي اي نقط قياس. انا بالعافية توصلت الى نقط القياس، تعبت على الانترنت لحد ما جبت بعض نقط القياس وهو ده اللي متوفر. بس نقط القياس بتاعتنا هوريها لكم كده بالفيديو، وهنقيسها مع بعض واحنا شغالين. وانتظروا المفاجأة اللي انا هقول لكم عليها بالنسبة للإخوة الفنيين من خلال الفيديو اللي احنا بنسجله دلوقتي. ابقوا معايا. نقط القياس يا جماعة اللي أنا لقيتها بعد بحث مستفيض على الإنترنت، لأن ما عليهاش نقط قياس خالص زي ما أنا قلت لكم دلوقتي. هطلع لك الصورة أهي، هتوضح لك مكان نقط القياس على طرف المسطرة من الجنب ده. مفيش أي نقط قياس تاني على المسطرة ديت. ادي اول نقطة قياس موجودة عندنا، ده جهد الفي كوم اهو، النقطة دي. وزي ما وضحت لك في الصورة كده نقط القياس الموجودة، وهنا جهد ال3 و3، وهنا نقطة الفي جي اتش طالع 30 فولت اهوت، وادي الفي جي ال طالع معانا -5 او -6، والفي كوم اهو كمان مرة طالع 6.5 فولت، وال3 و3. بقية النقط اللي جنبنا ديت مش محدد ان هي بتاعت ايه وما عليهاش قياس. هي زي ما انا وريت لك في الصورة، هي ديت نقط القياس المتاحة عندنا، بس مفيش حاجة تاني هي في المنطقة دي. يبقى احنا كده تأكدنا من وجود الجهود طبيعي، لان عندنا جزء من الصورة شغال. وطالما في جزء من الصورة شغال، يبقى احنا عندنا مشكلة في كوفات الجنب. هنقلب او هنغير اتجاه التصوير عشان نشوف المشكلة فين مع بعض وهنحلها ازاي. وهقول لكم على المفاجأة اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو ان شاء الله. تابعوا معايا. انا هظهر لك دلوقتي الداتا شيت بتاعت كوف الجنب، وصورة تانية اللي انا كنت جايبها من على الانترنت برضو فيها اماكن القياس بتاعت النقط اللي على اول المسطرة هنا تاني. وهنشوف بقى مع بعض كده الجهد اللي ناقص فين ولا المشكلة فين. هنا في الأول النقطة دي عندي جهد الفي جي ال أهو ثابت. النقطة اللي في الآخر ديت عليها جهد الفي جي اتش اللي هما ال30 فولت أهم. لو جينا قسنا هنا جهد الفي جي اتش مش هنلاقي جهد الفي جي اتش، نلاقي عندنا الجهد الصغير ده وبالسالب فقط. يبقى اذا الكوفين دول او الكوف دوت ناقص عليه جهد الفي جي اتش اللي موجود على الكوف الاولاني اللي تحت.
ومش واصل المسار بين الكوف ده والكوف ده مقطوع، هنوصلهم بحتة سلك معزول من هنا لهنا، ونشوف الصورة هتيجي معانا ولا هيبقى فيه مشكلة كمان في الكوف اللي فوق دوت. هنتابع كده مع بعض اللي انا فحصته لحد دلوقتي، الكوف الاول والكوف التاني، بس هنستبعد كده الافو. وهيجي دور المفاجأة اللي انا قلت لكم عليها. المفاجأة اللي انا قلت لكم عليها المكوة اللي انا بشتغل بيها دي. المكوة دي بتشتغل بيه اليو اس بي. ثواني نطفي الشاشة. المكوة دي بتشتغل باليو اس بي، انا بشغلها على شاحن موبايل. فاكرين دوت اللي انا كنت عامله بشاحن موبايل عشان اجرب عليه الريموتات، كنت عامل فيديو ليها. وشاحن الموبايل اهو، بوصل الكابل بتاعها كده في شاحن الموبايل، ولما بيتوصل بيه الكهرباء باجي على الزرار ده واضغط هنا فبتنور اللمبة دي، فيبدأ هنا يسخن معاك في 5 ثواني او 10 ثواني بالكتير. بتلاقي السن بتاعها سخن وبقى جاهز للشغل، والسن بتاعها رفيع زي ما احنا شايفين كده، رفيع جدا ينفع فيه الشغل بتاع البنل، الكوفات وشد المسارات واللحامات والكلام دوت على البنل. بتيجي المكوة دي في الكفر زي ما احنا شايفين كده، ده الكفر بتاعها او العلبة بتاعتها. بتيجي معاها المكوة نفسها والكابل، وبتيجي طبعا حتة قصدير كده. الجماعة الصينيين دولت يعني ناس زي الفل، حط لنا حتة قصدير صغيرة هي للاختبار، شايفينها اللي بتتحرك جوه دي. فالمكوة ديت انا كنت جايبها من عند راديو مصر من فترة وشغال بيها زي الفل، فانا حبيت اعمل عنها اعلان لان هي هتفيدكم جدا في شغل البنل. ديت انا كنت جايبها من راديو مصر، كانت غالية شوية، كانت ب 250 جنيه. اتفقت مع الباشمهندس مصطفى ان هو طبعا عشان الاسعار بتاعت الدولار نزلت وكده، فاتفقت معاه على تخفيض. سعرها النهاردة وصل عنده في راديو مصر في اسكندرية في فاكتوريا، هيبيعها لك ب 200 جنيه. يحب يشتريها هيروح هناك وهيسأل على الباشمهندس مصطفى صاحب المكان، وهيقول له انا جاي لك من طرف الاعلان بتاع خالد حشاد، هتشتري نفس المكوة اللي معايا ديت ب 200 جنيه. ودي المفاجأة اللي انا كنت قايل لكم عليها. يلا بينا بقى كده نشتغل مع بعض ونشوف السلك ده هنشتغل بيه هنلحمه ازاي. ادي المكوة انا شغلتها قدام حضرتك اهوت، وحتة سلكة انا مجهزها، سلك معزول. ثواني هتلاقي المكوة سخنت. ثانية واحدة. مكوة انا هنضفها هنا كده، وهجيب القدير. طبعا هي كده سخنت خلاص. بص القدير اشتغل. هبدأ ألحم. هلحم طرف هنا مكان نقطة الفي جي اتش اللي قطع فوق، وهلحم طرف هنا مكان نقطة الفي جي ال اللي واصل عليها الجهد مظبوط بالشكل ده. باستخدام المكوة الجميلة دي خلاص طفيت واسيبها ثواني هتبرد. زي ما بتسخن بمنتهى السرعة بتبرد بمنتهى السرعة. كده انا بوضح لك السلك اللي انا شديته من الكوف ده لحد الكوف ده، من النقطة بتاعة الفي جي اتش الى النقطة بتاعة الفي جي اتش التانية. اصدقائي المتابعين، تم تأمين السلك اهوت بسلوتيب زي ما احنا شايفين كده. وهنشغل ونشوف كده الدنيا فيها ايه قبل ما نقفل نهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة فتحت. هنلاقي كلمة لا توجد إشارة بتتنقل في البانل كله اهي. تمام كده البانل كله اشتغل معانا والحمد لله. هنحط عليه صورة ونشوف اللي احنا عملناه دوت النتيجة النهائية بتاعته ايه بالصورة. تابعوا معايا يا أصدقائي.
الصورة يا جماعة بعد التقفيل الحمد لله مفيش أي مشكلة في أي حاجة. أتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوا.